أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم أولا وآخرا وظاهرا وباطنا يا الله يا رحمن يا غفور يا رحيم. أستغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم من سمعي وبصري وكلامي وفؤادي يا الله يا رحمن يا غفور يا رحيم. نستغفر الله لنا ولوالدنا ولمشايخنا ولجميع المسلمين ولجميع الأولياء والشهداء والصالحين يا الله يا رحمن يا غفور يا رحيم يا الله يا رحمن يا غفور يا رحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد صاحب الحوض والمعجزات وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين. صلى الله ربنا على نور العالمين محمد المصطفى سيد المرسلين
محمد وآله وصحبه أجمعين ببركة صلواتنا على العدو فانصرنا وعلى آله وصحبه أجمعين لرضا الله تعالى ولروح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ولروح سيدي أبي عبد الله محمد بن سليمان الجذول رحمة الله عليه ولروح أرواح آبائنا وأمنا وللأستاذنا وللأرواح للمسلمين والمسلمات لهم أجمعين الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا رب العالمين. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده
المتكبر جل جلاله الخالق جل جلاله البارئ جل جلاله المصور جل جلاله الغفار جل جلاله القهار جل جلاله الوهاب جل جلاله الرزاق جل جلاله الفتاح جل جلاله العليم جل جلاله القابض جل جلاله الباسط جل جلاله الخافض جل جلاله الرافع جل جلاله المعز جل جلاله المذل جل جلاله السميع جل جلاله البصير جل جلاله الحكيم
الكبير جل جلاله الحليم جل جلاله العظيم جل جلاله الغفور جل جلاله الشكور جل جلاله العلي جل جلاله الكبير جل جلاله الحفيظ جل جلاله المقيت جل جلاله الحسيب جل جلاله الجليل جل جلاله الكريم جل جلاله الرقيب جل جلاله المجيب جل جلاله الواسع جل جلاله الحكيم جل جلاله الودود جل جلاله المجيد جل جلاله الباعث جل جلاله الشهيد جل جلاله الحق جل جلاله الوكيل جل جلاله القوي جل جلاله المتين جل جلاله الولي جل جلاله الحميد جل جلاله المحصي جل جلاله المبدئ جل جلاله المعيد جل جلاله المحيي جل جلاله المميت جل جلاله الحي جل جلاله القيوم جل جلاله الواحد جل جلاله الماجد جل جلاله الواحد جل جلاله الأحد جل جلاله الصمد جل جلاله القادر جل جلاله المقتدر جل جلاله المقدم جل جلاله المؤخر جل جلاله الأول جل جلاله الآخر جل جلاله الظاهر جل جلاله الباطن جل جلاله الوالي جل جلاله المتوالي جل جلاله البار جل جلاله التواب جل جلاله المنتقم جل جلاله العفو جل جلاله الرؤوف جل جلاله مالك الملك جل جلاله ذو الجلال
ليس كمثله شيء وهو السميع Halo, tes 1 2. Satu dua. Nya belum dong dia. Tes 1 2. Tes 1 2. Tes 1 2. Yang kontak ayo kudu dong. Tes 1 2. Tes 1 2. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وحسبي الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إني أبرأ إليك من حولي وقوتي إلى حولك وقوتك اللهم إني أتقرب إليك بالصلاة على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك سيد المرسلين صلى الله عليه وعليهم أجمعين امتثالا لأمرك وتصديقا له ومحبة فيه وشوقا إليه وتعظيما لقدره ولكونه صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم أهلا لذلك فتقبلها مني بفضلك والعلم من عبادك الصالحين ووفعني بقراءتها على الدوام بجاهه عندك وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم إني نويت بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم
امتثالا لأمرك وتصديقا لنبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ومحبة فيه وشوقا إليه وتعظيما لقدره ولكونه أهلا لذلك فتقبلها مني لفضلك وإحسانك وأزل حجاب الغفلة عن قلبي واجعلني من عبادك الصالحين اللهم زد شرفا على شرفه الذي أوليته وعزا على عزه الذي أعطيته ونورا على نوره الذي خلقته وأعلى مقامه في مقامات المرسلين ودرجته في درجات النبيين وأسألك رضاك ورضاه يا رب العالمين مع العافية الدائمة والموت على الكتاب والسنة والجماعة وكلمة الشهادة على حقيقتها بالغير تبديل ولا تغيير واغفر لي وتكلت بفضلك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم إلهي بجاه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عندك وحكانته لديك ومحبتك له ومحبته لك وبسر الذي بينك وبينه أسألك أن تصلي وتسلم عليه وعلى آله وصحبه وضاعف اللهم محبتي فيه وأرني بحقه ورسبته ووفعني لاتباعه والقيام بآدابه وسنته واجعلني عليه ومتني بريته وأسعدني بمكالمته وارفع عني العلائق والوبائق والوسائق والحجاب وشم سمعي معه بالذي الخطاب وأيدي لطلبي منه وأيدي لحكمته واجعل صلواتي عليه نورا نيرا كاملا مكملا طاهرا مطهرا ماهيا كل ظلم وظلمة وشك وشرك وكفر وزور ووزر وجعلها سببا لتمحيص ومقام أنال بها على مقام الناس والتخصيص حتى لا يقوى في ربانية لغيرك وحتى أحال حضرتك وأكون من أهل خصوصيتك مستمسكا